ومع تعاقد النادي الاهلي مع اشرف بن شرقي، تعالى معايا اقول لك على المحترفين اللي لعبوا في الاهلي والزمالك. والبدايه مع الغاني احمد فيليكس. احمد فيليكس اتعاقد مع النادي الاهلي سنه 1993 ولعب معاهم لحد 1998. لعب مع النادي الاهلي 117 ماتش وسجل فيهم 47 جول، ولعب مع الزمالك موسم 2001 2002 لعب فيهم 20 ماتش وسجل فيهم 5 اهداف. وتاني واحد معانا حسين ياسر المحمدي. وحسين ياسر المحمدي لعب مع النادي الاهلي سنه 2008 لحد 2010 لعب فيهم 20 ماتش وسجل فيهم جول. وتعاقد مع نادي الزمالك من 2010 ولعب مع الزمالك 2010 2011 لعب فيهم 42 ماتش وسجل فيهم 9 اهداف. واخر واحد معانا هو اشرف بن شرقي اللي النادي الاهلي لسه متعاقد معاه في الانتقالات الشتويه. اشرف بن شرقي اللي لعب مع نادي الزمالك من 2019 ل 2022 لعب فيهم 73 ماتش وسجل فيهم 26 جول. وللامانه لو جيت سالتني وقلت لي انت زعلان مثلا ان اشرف بن شرقي راح الاهلي، عن نفسي انا زعلان، مش هقول لك لا، بس مش زعلان منه لسبب واحد. الاداره عندنا جت في الصيف واتفقت مع اشرف بن شرقي ان هي تتعاقد معاه ب 900,000 دولار في الموسم، عشان تيجي الاداره الموقره قبل غلق القيد بيومين 2 بس وتخفض قيمه التعاقد من 900,000 دولار ل 600,000 دولار. فطبيعي جدا ان هو يرفض ان هو يجي لك ويكمل بره، على الاقل بره مستحقاته هتوصل في ميعاد. تتوقع معايا نجاح اشرف بن شرقي مع النادي الاهلي ولا لا؟ هستنى توقعاتكم في التعليقات، وما تنساش تابعني تعمل لايك لي.